السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بطقم شامل وكامل. بصي، هيغنيكي عن كل الكراكيب والدوخه اللي احنا بنقعد ندوخها. عايزين كوبايه شاي، عايزين كوبايات ميه، كوبايات عصير، قهوه. لا، ده بصي ده شامل، ده 42 قطعه زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله، خطير 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 بجد. طبعا هو كل حاجه منها 6 قطع، اللي هي بقى بتاعة الشاي، بتاعة القهوة، بتاعة المية، بتاعة العصير، كاس كده للتقديم، وكمان حاجة كده طبق للفروت سلطات، او ممكن تعملي فيه كاستر، حاجة زي كده. تمام. وكمان 6 اطباق للكوبايات بتاعة القهوة او بتاعة الشاي ابو نعناع الخطير ده. تمام. هنفتحه مع بعض ونشوف الاشكال بتاعته وكده. انا جبت، بصوا يعني حسيت ان هو ده عملي عملي جدا من الكراكيب اللي احنا بنقعد نجيبها الكتيرة دي. ده اول شكل كده. ده طبعا تعملي فيه فروت سلطات تبقى جميل. ممكن تعملي فيه كاستر يبقى خطير، جيلي. بصوا انا في منه النقشه الجولد وفي منه السيلفر، بس انا طبعا بحب السيلفر قوي. اللون ده بيبقى هادي شويه ومش ملعلع يعني بصراحه. الذهبي شويه بيكون صارخ، فانا ما بحبوش قوي. فانا جبت، حتى ما جبتش اللي هو الفضي اللي فيه اي نقشه ولا اي حاجه. انا جبت اللي هو خط ساده خالص، ما فيهوش اي حاجه. كان فيه زي اللي مرسوم على الصوره دي على الكرتونه، بس انا ما حبيتهوش بجد. بس نرجع بقى المرجوعنا. ده اول طقم من الكاسات. ده زي ما بقولك تعملي فيه جيلي، كاستر، كريم كراميل، اي حاجة كده تقدميها للضيوف، بيكون خطير وشكله شيك. يغنيكي عن الطباقة يعني عن الكراكيب الكتير. بس بقى الكوباية السكر دي كوباية انا بحبها جدا جدا. تعملي فيها قهوة، تعملي شاي بأبو نعناع، رائعة. بحبها قوي في الشاي أبو نعناع ده، خطيرة. وده الطبق بتاعها، تشيلي فيه الكوباية. ممكن لو عايزة تقدمي فيه حاجة، بسبوسة، حتة كيكة كده صغيرة، بس هو مش بيشيل كتير بصراحة. يعني مش هيشيل قطعة مثلا جاتو، لا. هو بسبوسة، كنافة، حتتين كده، حاجة حلوة. بصوا طقم خطير. والكوبايات دي انا بحبها قوي قوي قوي. وممكن تعملي فيها طبعا القهوة، تبقى حجمها مناسب. هي اكبر طبعا من حجم الفنجان، بس يعني انا عن نفسي بشرب في الحجم ده، يعني يناسبني. مش بحب اشرب في الفناجين الصغيرة دي، فده مقاس كويس جدا جدا. هطلع بقى باقي القطع. انا كنت مصورة كله انا وبطلعه، بس من الواضح كده الكاميرا كانت عاملاها معايا واقفة ومش بتصور، يعني صورت بس اخر حاجة اللي هو الطقم ده. وبعد كده انا وبمنتج لقيت ان هي قصت وما صورتش الباقي انا وبطلعه. المهم هوريهولكم كله قطعة قطعة هم طالعين مع بعض. عندنا بعد كده ده كده الطقم زي ما بقول لكم، ده وده. اللي هو بصوا بقى، ده بتاع العصير او شوب ممكن للمية. جميل خالص خالص شكله، اللي هو بصوا واسع من فوق ونازل على ضيق. جميل وعملي وحلو جدا جدا. يوم ما جه تقدم لي جوزي، كنت مقدمه له في واحد زيه كده يشبه له، كان وشه حلو وجميل عليا. دي كوبايات الشاي، حجمها حلو جدا ومناسب وخطير بجد. ودي الكاسات، ودي الكوبايات بتاعة المية. بصوا بقى نبتدي نرصهم. بصوا انا رصيتهم بالطريقة دي. انا ما عنديش نيش، او انا مش من محبذين النيش دلوقتي، فعملته كده. بصي الكوبايات الطويلة حطيتها مع بعض، ودي كوبايات المية، ودي كوبايات الشاي من قدام. طبعا هو زي ما بقول الاولى في الاولى، فانا حطيت كده حتى الجيلي حطيته من ورا الكاسات، بعديها الكوبايات اللي هي الصغيرة دي من قدام. الحاجات اللي بستخدمها بحطها من قدام، واللي مش بستخدمها قوي بحطها من ورا. بلاش كراكيب ونيش ومش عارفة ايه وحوارات ملهاش لازمة كتير. ده كان فيديو النهاردة عن اجمل حاجة انا جبتها بجد، هتختصر معاكي. ما تنسيش تعملي لي اللايك والاشتراك في القناة. اشوفكم على خير.